حضرتك الارتباط جه بشكل سريع جدا، لكن احنا مش حابين نعلن والصحافه. يا استاذ مصطفى انت كمان انت لسه مطلق يعني زوجتك، يعني زوجة ام بناتك والكلام ده ولسه مطلقة حبكت يعني تعمل الترند يعني عيب يعني وعي مشاعرها والكلام ده، لسه مطلقة والناس هتتكلم عليها. بصوا يا جدعان، ده بعد ما طلقها بص يعني بيعمل ايه وبيتريق عليها وبيلقح عليها، عيب يعني الكلام ده يا استاذ مصطفى. احنا كلنا بنحبك والله بس مش كده يعني. يعني اللقطات دي ايه مش قدام الكاميرات عشان ايه راح ظروف الناس التانية اللي هي ايه كانت زوجتك وام بناتك والكلام ده، وانت بتفتخر دي ام بناتك والكلام ده، عيب بيتلقح عليها باللي انت عملته ده. أجيال، أي أجيال بقى وأي مربي، يعني أي أجيال دي اللي هتتربى. مثلا فيلم العبقري 5، هو اسمه كده فيلم العبقري 5 لمحمد صبحي، موجود على اليوتيوب، شوفوه يا أجيال ونشوف فيه المشاهد الساخنة والقبلات اللي في انا مش عارف استاذ ياسمين عز دي عماله تشتم محمد صبحي على ايه. محمد صبحي يا جدعان كان بيقول رايه ونقد فني في فيلم الست، ومن حق اي حد يعني يقول نقده في اي عمل، في اي عمل، يعني مفيش عمل فوق اي نقد، لازم ان الاعمال كلها تبقى تحت نقد يا جدعان. وانت بتشتمي ليه؟ هو بيقول نقده عادي يعني. محمد صبحي رد عليكي الرد يعني رد ناس محترمه، قال لما ايه لما التافهين بينتقدوني انا ما بزعلش، عادي بالنسبه لي، عادي ايزي. يا استاذه ياسمين ما ينفعش الكلمتين اللي انت عملتيهم دول، عشان ايه؟ ده مصري زي زيك يعني، عيب كده. يوسف الشريف عامل عظمه في رمضان يا جدعان، انتوا اول ما تشوفوه بيعلن عن مسلسل او فيلم المفروض تترجموا كده ان الفيلم ده عالمي عشان يوسف الشريف، او مسلسل عالمي عشان يوسف الشريف. اصلا ما بيختارش الا الورق المهم، بيختار بالورق مش اي حاجه تجيله يعملها وخلاص زي الممثلين التانيين. معظم الممثلين التانيين بيعملوا نفس الكلام. يوسف الشريف ده جاي من العالميه يعني هو فنان عالمي جوه مصر، اقسم بالله المفروض يمثل في هوليود والكلام ده. وكمان مختار مخرج عالمي اسمه محمود عبد التواب، ده مخرج عالمي عالمي عالمي، مخرج عظيم ومن العباقرة بتاعت الإخراج اللي في مصر أقسم بالله. والورق مهم والورق جامد جدا هيعجبكم، والمسلسل جامد جدا. وأنا كمان رحت اللوكيشن ويعني كنت بتابع المسلسل، أقسم بالله مسلسل عالمي الناس كلها هتتفاجئ بيه غير المسلسلات اللي فاتت خالص. أقسم بالله مسلسل هيعجبكم كلكم. الصراحة مستر ياس توب ده مدير فني عالمي، بينزل يضغط على أي فرقة، بيزنق أي فرقة زي ما عمل في الزمالك. وكمان البطولة دي أي مدير فني كان يجي معانا يقول لك أنا مش هلعبها. شفت ياس توب بيجهز تبديلاته ويجهز الدكة عشان يشوف اللي هينفع له بعد كده وهي إيه اللي هيمشيه في يناير. أقسم بالله مدير فني عالمي، ما شفتش واحد زيه أقسم بالله. تتجوزيه كويتي يشبعك فلوس، تتجوزيه اماراتي يشبعك فسح وخروجات وتنطيط من هنا لهنا، تتجوزيه مصري. الأستاذة عمال تتكلم في مميزات العرسان، يقول لك تتجوزيه كويتي يشبعك فسح، تتجوزيه مراتي يشبعك فلوس. جت على المصري والنت قطع باين ولا النت حصل له إيه؟ يا أستاذة لازم أن يبقى عندك وطنية يعني. ده الزوج المصري يعني مفيش زيه زوج. يعني بص بيودي على طول مراته للمحاكم على طول، وش على طول بيبهدلها. إيه يا عم ده مش كده، مش كل الأزواج يا جدعان عشان في إيه، مش كل الأزواج عشان في ناس إيه تستنى لنا غلط يا جدعان. يعني في ايه بعض الازواج مش كلهم، احنا الزوج المصري احسن زوج في العالم اقسم بالله.